ختامه عسل معانا، وزي ما كانت بدايته عسل فانت اكيد نايم في العسل وما شفتش الفيديوهات اللي فاتت يا عسل. يلا بينا يا عسل، ومع منجز هنشوف فيديو الولاعه من الولاعات الرونسون السفينه اللي على وضعها في الشياكه. الولاعه دي بصراحه كانت في جايه في العلبه، وانا لما شفت العلبه من بره اتصدمت وقلت الولاعه تبقى تعبانه، ولكن اتفاجئت بولاعها تحفه شياكه ما فيهاش غلطه، شغاله بروفيشنال ما فيهاش غلطه، ما شاء الله ما شاء الله. نقول كده على اي حاجه بنشوفها وتعجبنا يا جماعه، عشان احنا بنتهزك كتير بسبب ان احنا ما بناخدش بالنا ان احنا اللي بنحسد نفسنا. انا نفسي لازم اقول ما شاء الله على الحاجه اللي تعجبني عشان محدش يخاف من الحسد بعد كده. ونشوف الولاعه رونسون فاري فلام ميد ان انجلاند، حته كده في الشياكه والاناقه منه. ولو عجبك الفيديو طبعا ما تنساش تدوس لايك سبسكرايب على القناه واشترك في القناه، ولو عايز تحجز تعمل ايه على الواتساب. سلام. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع منجز. ايه الاخبار يا جماعه؟ فيديو النهارده فيديو برعايه زيبو. ايوه ولعت زيبو الممتازه اللي ناس كتير بتسالني عنها. حضرت لكم ايه الكوليكشن الجامد، ويلا نشوف ايه الكوليكشن فيه ايه. نبتدي من اول الهرم من فوق اللي هو كده القاعدة عندي، ولا نبتدي من اخر الهرم اللي هو القاعدة عندكم؟ تعالوا كده يلا نروح مع بعض لاكتر حاجة هتشد الانتباه فعلا، الولاعة الزيبو اللي بعلبتها. تعالوا نشوفها كده مع بعض، هي بعلبتها وحالتها الخارجية الممتازة والورق بتاعها وكل اللي يشمل او تحتاجه في الولاعة هتلاقيه موجود. مبدئيا الولاعة بحالة خارجية وشكل ممتاز جدا 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 باللون الاسود كده. القاروهات اللي انت شايفه عليها ده مش وساخه، دي خربشه كده على ضعيف عشان الكاميرا هي اللي مبيناها من كتر ما انا مقرب الصوره. واسمع بقى الصوت كده، الزيبو زيبو يا جماعه. لا 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 لا، طبعا حاله داخليه ممتازه جدا وحاله خارجيه فوق الممتاز. مفيش اجمل ولا اشيك من كده في ولاعات زيبو. والولاعه لسه بعلبتها، يعني اللي عايز يقدمها هديه لحد يقدر يقدمها هديه في منتهى الشياكه وفي منتهى الاناقه. هنروح مع بعض لايه تاني؟ هنروح مع بعض لولاعه من ولاعات زيبو. الاتنين دول من الولاعات ولاعات هاند ميد. يعني ايه هاند ميد؟ هنبص كده من تحت هنفهم يعني ايه هاند ميد، هنعرف يعني ايه هاند ميد. مبدئيا الولاعات الزيبو زمان او في بدايه تصنيعها او في الوقت السابق كانت بتصنع بالايد هاند ميد، وكان الشكل بيكون من تحت كده زي ما هو واضح بالنسبه لنا. مفيش اي فريم على الكلام، الفريم اللي بيبقى موجود من بره كده على الكلام مش موجود كده. الولاعه بتكون مصنوعه هاند ميد، بنعرف دي من النقطه دي. الولاعه عليها رسمه قويه جدا زي ما احنا شايفين كده، رسمه مارلبور، والناحيه التانيه عليها اللي هي الاشاره الى الشمال. الحاله الخارجيه والداخليه بتاعت الولاعه يعني بالنسبه للزمن العمر بتاعها اللي هو يفترض قارب ال 45 سنه هي ممتازه ممتازه ممتازه. ممكن ان انت تطليها او تغير اللون بتاعه، ممكن ان انا اطليها واغير اللون بتاعها لان هي نحاس واطلت فضه. لو عايزين نرجع نطليها تاني فضه هنقدر نطليها تاني فضه، او لو عايزين نرجعها كلها نحاس هنقدر نرجعها كلها نحاس. حاله خارجيه ممتازه ممتازه ممتازه. وهنروح مع بعض لتاني ولاعه هاند ميد برضو من ولاعات زيبو، عليها صدف خارجي كده ولونها اصفر جميل جدا، ممتازه بصراحه. شكل من بره جامد. وزي ما بقول لك الولاعه دي بقى عدى عليها حوالي 30 سنه، يعني الولاعه دي من التسعينات سنه 95 قبل كده اكتر من كده شويه. الولاعه بصراحه حاله خارجيه ممتازه جدا جدا زي ما احنا شايفين، وزي ما قلت لك تصنيع هاند ميد، يعني هتضمن جوده وكواليتي محترم جدا. هنروح بعد كده للولاعه اللي حيرت الجميع، ولاعه راس الشيطان. ولاعه راس الشيطان ليه اسمها كده؟ عشان مبدئيا الولاعه دي فري هاند. فري هاند يعني زيبو فري هاند. الكتابه اللي احنا شايفين عليها دي كتابه تصميم الفنان اللي عملها، ودي بتكون حاجات فنيه اتعمل فيها فكره مختلفه. وايه الفكره اللي اتعملت هنا؟ راس الشيطان هنا لما بتيجي تولع الولاعه بتلاقي راس الشيطان نفسها كمان كانها مشتعله من خلف الولاعه، لان هي ما بتترفعش مع الغطاء. فكره الولاعه دي فكره ممتازه جدا وعبقريه، وانا بحيي الفنان اللي عملها. وهنروح مع بعض الى واحده كمان من ولاعات زيبو، والولاعه اللي عليها الرسمه المحيره دي يا جماعه، دي رسمه البحريه الامريكيه. الناس اللي بتسالني الرسمه دي رسمه ايه؟ رسمه البحريه الامريكيه. ونشوف مع بعض الولاعه بصراحه جميله جدا وخفيفه جدا في التكه والفتحه والقفل بتاعها. اصدار قبل سنه 2000، ومن جوه زيبو ومن بره زيبو زي ما احنا شايفين. كل ولاعات اتاكد منها طبعا انها زيبو اصليه. وفاضل قاعده الهرم بالنسبه لكم مع مفاجاه الهرم بقى، حته من حتت زيبو
اللي لونها بجد مختلف ومحترف، ولون ما بتعرفش تظبطه غير زيبو. بصراحه لون جامد جدا، وزي ما قلت لك الخدوش اللي انت شايفها دي انا مش شايفها على الحقيقه، ولكن في التليفون باينه عشان عكس انعكاس الاضاءه مع الكاميرا، فباينه جدا في التصوير، انما هي في الحقيقه مش بتبان بالشكل ده. تعالوا كده نشوفها من جوه زيبو برضو، وهي من بره زيبو ميد ان يو اس اي. ولاعه ممتازه جدا جدا جدا، وحاله خارجيه جميله وحاله داخليه جميله. هنروح مع بعض للولاعه اللي هتفجر المفاجاه بتاعتنا النهارده مع صوت زيبو الاصلي اللي كلنا بنتمزج منه. هتقول لي كل ده مش صوته اصلي، اقول لك كل ده على حسب سنين عمره، حسب الصوت اللي بيديه، حسب الماتيريال المستخدم. دي الزيبو الستاندر اللي بتطلع من شركه زيبو بالصوت بتاعها الاصلي زي ما احنا شايفين، اصدار سنه 2017، ومن جوه برضو الولاعه اصدار سنه 2017. الحروف دي هي بتكون حروف الشهور، وممكن انها تختلف او تتفق ما بين الولاعه والكفر بتاعها، فده ما فيهاش اي مشكله. اخر ولاعه معانا ولاعه جايه باهداء قوي جدا. لمين؟ لجنرال موتورز. للناس اللي شغالين في جنرال موتورز لكم ان تفخروا ان انتوا عملتوا ولاعه فري هاند لزيبو. دي جايه فري هاند لزيبو للمديرين بتوع جنرال موتورز، حاله خارجيه وداخليه ممتازه جدا. وعشان لا نخفي عليكم شيئا، الولاعه خدت خبطه هنا من احد الناس اللي بصوا لها بعينيهم، فيعني نقول ايه؟ نقول ما شاء الله. كل ما تشوف حاجه تعجبك قول ما شاء الله. ولو عجبك الفيديو دوت طبعا ما تنساش دوس لايك سبسكرايب. بعرف طبعا هنا هتقول لي طيب انا لو عايز اشتري حاجه من الحاجات دي يا منجز، الحاجات دي معروضه على منجز ستور، وتقدر ان انت تبعت لنا سكرين شوت على الواتساب عشان تحجز اي حاجه منهم. ويلا اشوفكم في فيديو جديد، ده السلام. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع منجز. ايه الاخبار يا جماعه؟ محضر لكم كوليكشن ضرب نار طرش، يعني كل الفرش. حضرنا كل الممنوعات للناس اللي بتسالني على بعض الحاجات. النهارده معانا كوليكشن من الولاعات البنزين اللي هنشوفها بستايلات مختلفه واشكال مختلفه. كل اللي سالتوني عنه في الفتره اللي فاتت حضرته لكم. الاسعار معروفه جدا ان احنا هنعرفها على الواتساب او على الماسنجر، يعني على الخاص بس الاسعار تعرفها. محدش يكتب لي في الكومنتات يا جماعه هي دي سعرها كام، انت بتردش علينا ليه؟ والناس الغريبه اللي بتقول لي انت اكلت علينا فلوسنا. يا عم ما تكلمني في التليفون، ما تبعت لي على الواتساب. هو انت لازم تبعت لي على عم اكلت عليك فلوس في ايه؟ بس تعالى كلمني على الواتساب كده، كلمني اتصل بيا بتاع مش عارف ايه. فخلينا يلا نبتدي بهرم السعاده النهارده للناس اللي متعوده على كل جديد معانا، ونبتدي من تحت لفوق ولا نبتدي من فوق لتحت؟ بالنسبه للزاويه اللي انتوا شايفينها هي شايفينها من تحت لفوق، بالنسبه اللي انا شايفها من فوق لتحت. عشان كده هبتدي معاكم وعلى طول هنروح على الولاعه اللي مرسوم عليها رسمه جامده جدا لبي ام زي ما احنا شايفين كده. ولاعه من الولاعات البنزين، والشكل حكايه يا جماعه. الفتيل من جوه جديد، والولاعه حالتها نظيفه جدا. الولاعه دي هي مش زيبو ومش مكتوب عليها اي حاجه من تحت. لو حد عايز يعمل اهداء من الظهر بتاعه يقدر ان هو يعمل اهداء لحد من اصحابه اللي بيحب الولاعات البنزين ويكون راكب حته بي ام زي الولاعه البي ام اللي احنا شايفينها معانا. والولاعات كلها بتيجي شغاله ومظبوطه على السخان. يلا نروح مع بعض لتاني واحده من الولاعات، ودي برضو برعايه شركه توتال. ايه موضوع العربيات النهارده؟ توتال شركه؟ لا ده توتال شركه بتاعه بنزيمات. واسمع كده بقى الصوت هنا مختلف بصراحه، يعني الصوت بتاع الولاعه هنا مختلف. برضو من تحت مفيش اي حاجه مكتوب عليها، وينفع ان انت تعمل اهداء من الظهر. والصوت زي ما قلت لك صوت مختلف، حاله داخليه جميله جدا، فتيل جديد مفيش اي وساخه عليها. الولاعات دي اللي بيسالني جديده ولا مستعمله، الولاعات دي مش جديده، عشان كده اسعارها مناسبه جدا للجميع. اسال على الاسعار واعرف انت ايه اللي محتاجه عشان تكون عارف ان احنا كل التشكيل عندنا. فخليك مع منجز الرايق. هنروح مع بعض دلوقتي لثلاثه من الاشكال اللي باللون الفضي، والثلاثه جاي عليهم رسومات مختلفه. فهنروح مع بعض نشوف امريكان، ودي واحدة من الولاعات الجميلة جدا اللي عليها رسمة الهنود الحمر، السكان الأصليين لأمريكا. وولاعة شكلها شيك جدا، والولاعة اسمع كده صوت الفتح والقفل بتاعها، وده طبعا بسبب ان عليها رسم خارجي من بره، فالصوت بتاعها تقيل في القفل والفتح كده، مش حاجة سلسة زي ما انت متخيل. الولاعة نفسها تقيلة، وكمان حالة داخلية نظيفة جدا 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 زي ما احنا شايفين. ولاعة ممتازة، وممكن ان انت تظبط لو انت عايز تعمل عليها اهداء، بيتعمل من الجلد ويتلزق عليها، وده بيبقى حاجة سبيشال اوردر مش لكل الناس. اللي عارف تكلفته وعارف اسعاره بتتكلف كام عشان ما حدش يتصدم يا جماعة. عندنا دلوقتي الولاعة
اللي احنا هنشوفها مع بعض. الولاعة دي من الولاعات الخطيرة جدا اللي ناس كتير بتسألني عنها. موتور ستار لايتر. بفتكر فريمان وهو بيقولها، موتور ستار لايتر. الولاعة دي من الولاعات المشهورة جدا في الافلام الامريكاني، وناس كتير بتسألني عنها. طبعا عليها العلامة بتاعة النسر الامريكاني، وحاجة كده في منتهى الشياكة والفخامة. نظافة ايه وشياكة ايه، ومفيش اجمل ولا اشيك من كده، والاسعار كلها في المتناول. هنروح بعد كده مع بعض الى الولاعة اللي بتحكي قصة حزينة بائسة للمقبرة اللي لقوها، وهي جماجم بتهاجم. جماجم بتهاجم هي ولاعة عليها رسومات جماجم، الناس اللي بتحب الاشكال كده اللي شكلها ستار خطير. حاجة كده ممتازة داخليا وخارجيا، شياكة نظافة اناقة، اسعار مفيش بعد كده مع منجز. فيلا ورينا كده انهي ولاعة عجبتك اكتر. طبعا اللي بيبعت لي سكرين شوت للحاجة اللي عجبته عشان اقدر ارد عليه في اسرع وقت. ما تقوليش ولاعة في الفيديو، لان ما شاء الله زي ما انت شايف العدد كبير وانا ممكن معرفش. دلوقتي احنا جينا لفقرة ستار، وفقرة ستار هتبتدي معانا باول ولاعة من كونت. وفقرة ستار للنجوم الذهبية، 3 نجوم ذهبية زي ما احنا شايفين كده. الولاعة الاولانية اللي عليها رسمة الدب اسمه بير جرول، الدب جرول، وحاله نظيفه جدا. والولاعه برضو شغاله، يا دوبك واقفه على ملوه البنزين اللي هتستلمها وهي مليانه عشان ما حدش يجربها قبلك. وجينا دلوقتي لولاعه من ولاعات اللي بتتكلم عن الحرب دايما، وعليها علم من او رمز من رموز امريكا اللي كانوا مساهمين في الحرب. الولاعه صوت مرعب يا جماعه، صوت قفل وفتح مرعب بجد. حالة كده جميلة جدا من ستار، وسنة الإصدار بتاعتها سنة 1988. حالة جميلة وممتازة. وتعالوا نروح مع بعض للولاعة الحربية القادمة. مش هنقول عليها الدبابة، ولكن هنقول ولاعة حربية، ونكتفي بالكلام عن الولاعة الحربية، ولكن لا نكتفي عن إلقاء النظرات واسمع صوت الرنة. دبابة ماشية بصراحة، حاجة كده جميلة وممتازة وفي منتهى الشياكة والأناقة. وزي ما انت شايف برضو سنة الإصدار بتاعتها سنة 1988. الحالة الداخلية بتاعتها ممتازة جدا جدا. فلو عجبتك أي واحد من الولاعات اديني سكرين شوت على طول على الواتساب، وأنا هرد عليك مباشرة أقول لك السعر بتاعك كام. اللي جاي بقى دي تحفة، غمضوا عينيكم عشان هتشوفوا ولاعة من الولاعات الشيك قوي باللون الأسود زي ما احنا شايفين. تايجر، ولاعة تايجر من الولاعات اللي باللون الاسود، شكلها فخم جدا 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 يا جماعة، اسود من الوش ومن الظهر. والولاعة برعاية شركة ايرث. وزي ما احنا شايفين الحالة الداخلية بتاعتها ممتازة، الحالة الخارجية بتاعتها ممتازة. والولاعة عموما ولاعة شغالة وكويس جدا جدا جدا. الشكل دوت من اللون الاسود ان انت تلاقيه بالحالة والجمال والنظافة دي. هنروح مع بعض بقى ل3 اشكال مشابهين لبعض. عندنا شكل المرجوانة وشكل المرجوانة، الاتنين واخدين شكل المرجوانة، والحالة الداخلية بتاعتهم ممتازة جدا جدا. واسمع كده صوت كده تحس ان هو كليكة بتاعت هنبدأ تصوير. انا بصراحة هستخدمها بعد كده عشان اعملها كليك هنبدأ تصوير. حالة جميلة جدا وممتازة. وهنروح لأحباء ليفربول ومشجعين محمد صلاح عشان نشوف آخر واحدة من الأشكال اللي عليها رسم خارجي بارز بالشكل دوت. ولاعة ليفربول محمد صلاح، الناس مشجعين محمد صلاح محبين محمد صلاح يجمع لي هنا. حالة خارجية جميلة وحالة داخلية جميلة، والولاعة شغالة وبكفاءة تامة وينفع تعمل عليها إهداء من الظهر. هنروح بقى دلوقتي لولاعة من الولاعات الياباني. زي ما احنا شايفين ولاعة بنزين ياباني، والولاعة دي قوية جدا لما تيجي تفتحها وتقفلها. ولاعة قوية قوية فعلا، وحالة خارجية وداخلية ممتازة، وعليها رمز من الرموز اليابانية زي ما احنا شايفين كده. حاجة كده في منتهى الجمال والشياكة. اللي معانا جاية دي عايزك تسمع الرعب بنفسك، صوت الرنة اللي مفيش احلى منه. صوت رنة قوي جدا جدا جدا. ومقارنة بالولاعة دي لو سمعنا صوت الرنة بتاعتها، اسمع كده، اكثر رعبا بكتير بكتير بكتير. مين فيهم اكتر رنة عجبتك؟ قول لي كده برأيك. صراحة انا مش عارف،
برضو الاتنين جامدين بصراحه. ودي ولاعات من اللي بينزل عليها الاهداء، اللي انت لو عايز تعمل عليها اهداء او تاخدها باللون السيلفر كده. طبعا هي عشان مع التصوير باين كأن فيها خربشه، ولكن دي من التصوير مش من الولاعه نفسها، لان الولاعه بتلمع جدا جدا جدا. هنروح بقى لاخر واحده معانا من الولاعات البنزين، وهي الولاعه لورد ويرز. وولاعه برضو تقيله جدا في الايد يا جماعه، والمعدن بتاعها قوي جدا وشغاله وبكفاءه تامه، وحاله داخليه ممتازه وحاله خارجيه ممتازه. لو عجبك اي واحده من الولاعات دي، كل اللي عليك ان انت تعمل ايه؟ سكرين شوت على طول لمنجز بالواتساب، وتقول له يا منجز كام السعر، يرد عليك بسرعه. ويلا اشوفكم فيديو جديد، ده السلام.